عايزينك تعمل لنا لغة برمجة جديدة وقدامك ديدلاين 10 أيام بس. ده اللي حصل سنة 1995 لما شركة نيتسكيب طلبت من مبرمج اسمه برايدن ايش يعمل لهم لغة برمجة جديدة وتكون بتشتغل في البراوزرز. برايدن نجح فعلا وخلصها في 10 أيام بس. ست ساعات. سماها وقتها موكا وبعدين لايف سكريبت. في الوقت ده لغة الجافا كانت هي النجم، منتشرة حرفيا في كل حتة، يعني ممكن لو فتحت ثلاجة بيتكم تلاقيها شغالة بجافا. فشركة نيتسكيب قررت تسميها اسم كرييتيف قوي وهو جافا سكريبت. تسويق بقى وكده يا معلم. وعشان اللغة دي اتطبخت بسرعة جدا فالدي ان ايه بتاعها كله مليان تناقضات. في كتاب يو دونت نو جافا سكريبت المؤلف كايل سيمسون بيقول ان الجافا سكريبت مش مصممة عشان تبقى سهلة، هي مصممة عشان تبقى مرنة، وده بيخليها بتديك حرية رهيبة وسلاح رهيب في نفس الوقت. الناس مفكرة ان مشاكل الجافا سكريبت اخطاء، لكن زي ما كايل قال المشكله مش في اللغه، المشكله انك فاهم اللغه غلط. اللغه دي مبنيه على فلسفه مختلفه تماما. بدل الكلاسز بتستخدم البروتوتايب انهيرتنس، بدل التايبس الثابته عندها تايب كورجن ذكي واحيانا غبي. يعني بدل ما تمنع الغلط بتحاول تصلح، وده اللي بيخلي حاجات زي سترينج 5 ناقص 1 تساوي 4، بينما سترينج 5 زائد 1 بتساوي 51. ده مش جليتش في اللغه، ده جزء من فلسفه اللغه نفسها. اللغه بتحاول تخمن انت كنت تقصد ايه. ده حلو لو انت فاهم وكارثه لو مش فاهم. برايدن ايش بنفسه اعترف بعدين انه كان عايز يعيد تصميم اللغه من اول وجديد، بس خلاص كانت انتشرت وبقت هي قلب الانترنت. دلوقتي جافا سكريبت شغاله في كل حاجه، من الموقع لحد السيرفر وحتى الاجهزه الذكيه. اللغه اللي اتعملت في 10 ايام بس بقت هي المستقبل اللي احنا عايشينه دلوقتي. حاليا مع ظهور الاي اي الوضع اختلف تماما، ولغات زي راست وبايثون طالعين بسرعه الصاروخ وبيزاحموا الجافا سكريبت على الصداره اللي قعدت فيها اكتر من 10 سنين. السؤال هنا بقى، هل جافا سكريبت هتفضل لغه المستقبل ولا حان الوقت ان هي تتقاعد بعد 30 سنه من الاشغال الشاقه؟